في مقطع النهارده هعرفكم على الجانب المظلم من اقذر المدرسات المشاهير على التيك توك، وكمان تصرفاتهم الغريبه والمصايب اللي عملوها مع اطفال صغيرين والاسرار الغامضه في فيديوهاتهم، واللي التيك توكرز دول حرفيا عندهم عدد كبير جدا من المتابعين. وفي اخر المقطع هعرفكم على واحده منهم لازم تنسجن. فلو حابب تعرف مين هم التيك توكرز دول وايه اللي عملوه وليه فيهم اللي لازم ينسجن، خليك معايا لاخر المقطع. السلام عليكم دولكم باك تو ماي شانل، معكم دراكستلر، رجعت لكم بفيديو جديد. بجد يا جماعه انا مش مصدق كميه التفاعل اللي كانت على المقطع الاخير، واللي بجد انا مصدوم منه حرفيا يا جماعه. شكرا لكل شخص دخل على المقطع اللي فات وكتب كومنت جميل زيه، وكميه الناس اللي دخلت وتفاعلت مع المقطع، بجد انا بموت فيكم. ومقطع النهارده هيكون زي ما نزلت ليكم بوست في المنتدى، واللي حرفيا فيه اكتر من 70% منكم قالوا انهم عاوزين الجانب المظلم من اقذر المدرسين على التيك توك. ازاي يا دراكستلر الجانب الاقذر من المدرسين على التيك توك؟ كمل المقطع للنهايه وانت هتفهم كل حاجه. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. الجانب المظلم من اقذر المدرسات على التيك توك. زي يا جماعه ما طلبتوا مني ان انا اتكلم عن الجانب المظلم من المدرسين اللي على التيك توك، واللي دي حرفيا مش اول مره نتكلم عنها، لاننا عملنا قبل كده مقطع كامل كنا بنتكلم فيه عن تيك توكر مشهور بيعلم اللغه الانجليزيه على واحدة من متابعينه الصغيرين. علشان كده المقطع ده مش هيكون عن المدرسين بالتحديد، بل بالعكس عن المدرسات. قصتنا هتبدأ من الولايات المتحدة مع التيك توكر المشهورة واللي معروفة باسم هاي مس تيتشر، واللي يا جماعة عندها حساب على التيك توك وعليه اكتر من 1,000,000 متابع، وكل محتواها بالظبط عبارة عن فيديوهات رقص وليبسينج، واللي اغلبها بيكون في المدرسة اللي هي بتعلم فيها الطلاب بتوعها. واللي حرفيا انا ما قدرتش احدد هي بتدرس انهي فئة بالظبط، يعني الصف بتاعها ايه، لكن كل اللي انا قدرت اعرفه عنها ان المدرسة اللي هي فيها دي موجودة في كاليفورنيا. المهم للوهلة الأولى بحسابها هتحس إنها مدرسة عادية جدا وكمان لطيفة وكيوت، لكن لما هتركزوا يا جماعة في الفيديوهات اللي هي بتنشرها هتلاحظوا إنها عكس كده تماما. وعلى سبيل المثال مقطع كانت منزلاه وكان مكتوب عليه: لما طالب في أول سنة ليا طلب مني إن هو يحضني، وكانت في الفيديو مصورة نفسها مع طالب واضح جدا إنه هو صغير من الطلاب اللي بتدرسهم في المدرسة، وبيعمل لها حرفيا حاجة قذرة. وكتير جدا من الفيديوهات التانية واللي بتكون كاتبة عليها حاجات زي انها بتستدرج المتابعين بتوعها والطلاب اللي معاها في المدرسة، وحاجات تانية اوحش من كده بكتير، لكن مش هقدر احطهم ليكم كلهم في الفيديو ده. وغير يا جماعة معظم الصور اللي بتنزلها على حساب الانستا بتاعها، واللي هي صور حرفيا ما تنفعش مدرسة لاطفال صغيرة انها تنزلها هناك. ليه؟ لان في عدد كبير جدا من المتابعين بتوعها متابعينها هناك، فليه هي بتنزل صور زي كده؟ وده بغض النظر عن انها مدرسة في امريكا، لان حرفيا الموضوع ده ما ينفعش في اي دولة في العالم. واللي طبعا في كتير جدا منكم دلوقتي هيقول حرية شخصية وملكش دعوة يا دراكستلر. ثانية واحدة ومش هخليك تقول كده اصلا. اثناء ما انا كنت بدور على ريدت لقيت في مجموعه من الناس بتتكلم عن فيديو منتشر ليها، واللي هي نفس المدرسه مع ولد صغير بيعملوا حاجه ممنوعه بسبب فرق السن الكبير جدا اللي ما بينهم، واللي دي حرفيا تعتبر جريمه. واللي على فكره كان في صوره تانية منتشره من طالب صورها ليها وهي في المدرسه، وكان لبسها ما ينفعش يكون لبس مدرسه اصلا لانه كان شفاف جدا. واللي اغرب من كده انها لسه مستمره في حسابها على التيك توك وبتنزل فيديوهات من نفس المدرسه، واللي يعني بعد كل ده هي لسه بتدرس لنفس الطلاب. لكن كل اللي سمعتوه عن هاي مس تيتشر دي يعتبر ولا حاجة في اللي هتسمعوه بعد ثواني. التيك توكر دي اسمها يارا، وعندها اكتر من حساب على التيك توك، وهي بتشتغل مدرسة، وعلى حسب الفيديوهات اللي هي بتنزلها مكتوب انها مدرسة اطفال في حضانة، وعلى فكرة درست قبل كده في مدرسة ثانوية. المهم هي مدرسة رياضيات وبتقدم محتوى كله رأس على تيك توك، برضو في نفس الفصل اللي هي بتدرس فيه الطلاب اللي هم صغيرين اللي في الحضانة، لكن برضو في كمية حاجات رهيبة وغريبة وكمان قذرة هتسمعوها بعد شوية المدرسة دي عملتها. طريقة فيديوهاتها والشكل اللي هي بتظهر بيه دايما طبيعي هيخلي فكره ان التيك توك يعرض الفيديوهات بتاعتها دي للاطفال بسبب الخوارزميه اللي فيه، لكن الغريب ان الفيديوهات اللي هي بتنزلها تصرفاتها وشكلها فيهم مش كويس وما ينفعش اصلا يتوجه للاطفال تماما. زي انها في فيديو قبل كده كانت بترد على الناس اللي بيسالوها هو انت ليه بتلبسي لبس قصير جدا في حضانه اطفال، واللي ردت عليهم وقالت لهم عادي جدا انا حتى في بعض الاحيان مش بلبس حاجه، واللي المفروض انتوا تفهموا. واللي كل فيديوهاتها اللي هي بتنزلها حرفيا قذره.
قذرة، والاقذر من كده هي تصرفاتها. في فيديو كانت كاتبه فيها على السبوره اللي كانت موجوده في الفصل: تابعوني على حساب الانستا بتاعي. والاغرب من كده ان احنا لو دخلنا على حساب الانستا بتاعها هنلاقيها حاطه في البايو لينك الحساب ليها على موقع بتنزل عليه فيديوهات ليها. واللي هنا هنعرف حاجات كتير، زي انها عاوزه كل المتابعين اللي بيتابعوها واللي هم حرفيا اطفال، واللي انا عملت تشيك على الليسته بتاعتهم كلها، يروحوا يدخلوا عندها في الحساب بتاعها، واللي دي حرفيا جريمه لوحدها. وكمان الحاجه الثانيه، الطلاب اللي عندها في الفصل لما يدخلوا يشوفوا حاجه زي كده، فهل دي حاجه عاديه؟ وليه ممكن يكون في مدرسه اصلا بتوافق انها تشغل واحده قذره بالشكل ده عندها، وخصوصا ان دي مش مدرسه بل بالعكس حضانه؟ وممكن يا جماعه تكتبوا لي في الكومنتات هي ليه بالظبط بتعمل كده، وخصوصا ان كل متابعينها والجمهور بتاعها اللي بيشوفها اطفال. وكمان كالعاده المدرسه اللي هي فيها لا عملت ليها حاجه، ولا حتى التيك توك مسح الفيديوهات بتاعتها. انما التيك توكر الاخيره دي اللي هنتكلم عنها بعد شويه، دي مش قذره، دي حرفيا لازم تنسجن. عندها اكتر من حساب على التيك توك، لانه كل شويه على حسب ما فهمت انها بتنحظر من تيك توك وبترجع تعمل حساب جديد من تاني. وعلى حسب الفيديوهات اللي هي بتنزلها فهي طبيعي مدرسه حقيقيه فعلا، مش فيك ولا اي حاجه، لكن معرفش بالظبط لاي صف. بس معظم الفيديوهات اللي هي بتنزلها بتشرح فيها هي بتعمل ايه لما بتكون في الفصل مع الطلاب. والتصرفات دي قذره بمعنى الكلمه، واكيد مش هقدر اوريكم معظم فيديوهاتها. ومعظم الكلام اللي بتكتبه على الفيديوهات دي زي: هتحب المدرسه لو انا معلمتك بالفصل بتاعك، اقترحوا لي مدرسه ان انا اتنقل ليكم فيها، او ده اللي هيحصل لك لو انت تعاقبت في الفصل. والكلام ده يا جماعه مش فيك حرفيا، هي فعلا مدرسه وكبيره جدا في السن كمان. وواحده من الاسباب اللي مخليها مش مشهوره ومفيش كتير جدا من الناس والمشاهير يعرفوها او حتى اتكلموا عنها، وهو ان هي عندها عدد قليل جدا من المتابعين. انما بقى الفيديوهات اللي هي بتنزلها فحرفيا غريبه ومقززه، وانا مش عارف ازاي التيك توك سايبها ومش بيمسحها، لان دي حاجات لازم حرفيا تكون بره المنصه. ده غير ان في فيديو تاني نشرته على الاكونت بتاعها بتوضح فيه ان هي عملت حاجه مش كويسه مع طالب من الطلاب بتوعها، اللي هم يعتبر تحت السن القانوني، واللي ممكن تقول عنهم انهم اطفال. بس الغريب ان كل التيك توكرز والمدرسين دول موجودين في امريكا، الدوله اللي بتقول انها بتحارب معظم البيدوفيليين والناس القذره اللي زي كده، وبتقبض عليهم بكل سهوله. هم لسه موجودين عادي جدا، وبينزلوا فيديوهات كمان على التيك توك بيصطادوا من خلالها الاطفال. ده غير كمان المنصه الجميله اللي هي تيك توك، اللي بتسيب فيديوهات حرفيا ما ينفعش تكون موجوده عليها بالشكل ده، واللي كل الفيديوهات دي بتظهر عادي جدا للاطفال، لان الكاتيجوري اللي هي فيها الوان وحاجات زي كده، فتيك توك اوتوماتيك بيظهرها للاطفال الصغيره بالمواقف القذره اللي هي فيها. ففي النهايه حابب اقول لكم على حاجتين، وهم: لو انت بتفكر انك لما هتودي ابنك الصغير او طفلك تخليه يتعلم بره في امريكا مثلا، فحرفيا انت ممكن تدمره. والحاجه الثانيه، لو انت عندك طفل صغير وبيحب ان هو يستعمل تيك توك بشكل كبير، اتمنى ان انت تدخل على الحساب بتاعه وتفعل وضع الحمايه للاطفال علشان ما يتعرضش ويشوف الفيديوهات القذره دي. وفي النهايه ده فيديو جامد جدا، اليوتيوب بيقول لك ان انت تدخل تتفرج عليه، وما تنساش تكتب لي عاوزين ايه المقطع الجاي نتكلم عنه.